طفل موهوب حفظ القرآن وزادت شهرته في كل مدن القناة. كان شايل حلم كبير انه يوصل صوته للعالم من خلال اذاعة القرآن الكريم. سقط في اختبارات الاذاعة 6 مرات، بس يقينه بالله فتح له كل الابواب. نصر الدين طوبار ملاح الايمان في بحر الفجر في صفحة من كتاب التاريخ. الصوت اللي علمنا ان الفجر مش بس وقت صلاة، ده وقت مناجاة. والشيخ نصر الدين طوبار ما كانش مجرد مجتهد، كان صوته بيطلع من اعماق تضرعه وخشوعه لله، ومن حبه للمناجاة قدم في اذاعة القرآن الكريم 6 مرات، وفي كل مرة كان بيترفض، بس يقينه بالله والوصول لحلمه بانه يوصل صوته من خلال اذاعة القرآن الكريم كان اكبر. وفي المرة السابعة وقف يبتهل قدام اللجنة، وهنا كانت المفاجأة. اللجنة كلها اتصدمت من جمال صوته، وسادت لحظة من السكون والخشوع اللي ملأ كل المكان. وأدركت اللجنة وقتها إنهم مش قدام مجرد مجتهد، هم قدام ملاح بيبحر بصوته في ملكوت ربنا. والحقيقة إن طوبار علمنا إن الخشوع بيكمن في صدق التضرع، وارتبط صوته معانا بذكريات الصبح، ريحة الفطار وشنطة المدرسة ولمة السحور في رمضان، ونور الفجر اللي بيبدأ يشق الضلمة. نصر الدين طوبار كان الصوت اللي بيحسسنا إن اليوم هيبدأ ببركة وسكينة. على سبيل المثال لما كان بيقول سبحانك يا غافر الذنوب، كنت بتحس انه بياخد بايدك للسماء. صوته فيه تضرع عجيب، كانه طفل تايه بيدور على بر الامان بمناجاة ربه. ويرحل نصر الدين طوبار ويسيب لنا كنز من الابتهالات اللي هتفضل ذكراها مخلده في اذاعه القران الكريم. ساب لينا صوت الفجر اللي بيفكرنا دايما ان ربنا قريب وانه بيسمعنا في اي وقت. ودلوقتي شاركوني في الكومنتات بذكرياتكم مع صوته في فجر رمضان.